يعني حضرتك عايزني مربية لأولادك؟ ويا ترى هم عندهم كام سنة؟ الكبير عنده 29 سنة، والوسطاني 26، والصغير 15. أنا نورسين، عندي 23 سنة، أرملة. أيوة أرملة. كنت متجوزة من أدهم جارنا، رائد في الجيش. اتخطبنا 3 شهور، ما كنتش بشوف فيهم غير مرة أو اتنين في الشهر. بعد جوازنا بشهرين أراد الله أن يكون من الشهداء، وبعد أسبوع من وفاته اكتشفت إني حامل. أنا دلوقتي حامل في الشهر الرابع، واللي كنت بكلمه ده يبقى مديري، هشام الكيلاني. بابا كان شغال عنده في الشركة، وكانوا صحاب. ولما بابا توفى شغلني سكرتيرة عنده. صح، نسيت أقولكم، أنا يتيمة. بابا متوفي من سنتين، ووالدتي توفت بعده على طول. نعم يا فندم، دول يربوني، دول أكبر مني. مستحيل أعمل في نفسي كده. يا بنتي أنا عندي عملية قلب مفتوحة أعملها في فرنسا، وهقعد هناك 4 شهور، ومش عارف إذا كنت هرجع منها عايش ولا ميت. عشان كده عايزة أطمن على ولادي. أنا كل اللي طالبه منك إنك تخليهم يقربوا من ربنا، ويعرفوا قيمة الحياة اللي هم عايشينها. أنا عايزهم لما أموت يقفوا في ظهر بعض ويساعدوا بعض. دول يا بنتي بيشوفوا بعض بالصدفة، كأنهم أغراب مش في نفس البيت. أنا عارف إني قصرت معاهم من ساعة ما والدتهم اتوفت. كان كل همي إني أشتغل وأجيب لهم فلوس وأعيشهم كويس. كنت مفكر إن الفلوس الكتيرة هتعوضهم عن أمهم، بس كنت غلطان. اهتميت بالشغل ونسيت إن هما محتاجيني في حياتهم. أنا عايزك تساعديهم يا بنتي، وأنا هديك اللي انت عايزاه. انت كده كده كلها كام شهر وتولدي، وابنك هيحتاج مصاريف كتير. أنا عارف إن كده بضغط عليكي، بس أعمل إيه؟ دول ولادي. وبعد ما خلص كلامه قعد يعيط. خلاص يا عم هشام، انا موافقة على كل اللي انت عايزه، بس من غير فلوس. انت ليك جمايل عليا كتير قوي، كفاية اللي انت عملته لما بابا مات. وخلاص بقى يا عم فرفش كده، وقول لي بقى يا معلم كل كبيرة وصغيرة عن ولادك عشان اعرف اتعامل معاهم. وحكى لها كل حاجة عن ولاده. ايه ده كل ده يا عمو؟ سوري يعني يا عمو، بس انت ولادك ما تربوش الصراحة. اسمع بقى احنا هنعمل ايه. خلاص يا بنتي تمام. وفي قصر الكيلاني أولاده التلاتة كانوا نازلين، بس اتصدموا لما الباب اتفتح، ودخلت عليهم بنوتة صغيرة وجميلة، وعاملة كحكتين، ودي طبعا نور، بس غيرت في شكلها شوية. هاي، انت مين؟ وايه اللي جابك هنا؟ وبصيت له نور وهي عارفاه كويس قوي. وده بقى يبقى قصي الكيلاني، رئيس مجلس إدارة شركات الكيلاني. زير نساء من الدرجة الأولى، بس إيه، قمر، شعره أسود وتقيل، وعينه لونها بني وطويل، وبشرته لونها قمحي، عنده عضلات. وإحم نكمل بقى. الأخ يخلص شغله في الشركة من هنا، وبعد كده يقضيها في نايت كلاب، خمر ونسا واللي منه بقى. واخد الحياة جد وما بيحبش الهزار، ملوش صحاب، تلاجة على هيئة إنسان كده. انت مين يا قمر؟ وده بقى الأخ فارس الكيلاني، عنده 26 سنة، ولسه في سنة رابعة هندسة. بياخد السنة في سنتين أو 3 تعبانات. يعتبر الجامعة بتاعته مكان للشقط. مصاحب شلة فاسدة، مصاحبينه عشان فلوسه، وهو الصراحة بيصرف عليهم وكل سهراتهم على حسابه. هو فرفوش وملوش في الجد، تافه، لكن لما بيقلب ما بيرحمش. عينه خضرا وشعره أصفر. أما الأخ بقى اللي ما اتكلمش ده وما فتحش بقه ولا عبرني، فده نوح، عنده 16 سنة وفي تانية ثانوي. ذكي ومجتهد، بس مش اجتماعي، ما عندوش صحاب، نادرا لما بيتكلم، ماشي بوضع الصامت على طول. تلاجة زي أخوه الكبير. اتأثر جدا بوفاة والدته، كان عنده 5 سنين ساعتها، وده الوحيد اللي شبه مامته قوي. أنا نورسين محمود، مرات أبوكو، وأم أخوكوا أو أختكوا اللي جاي إن شاء الله. كلهم اصطدموا إلا قصي، بصلها بصة غضب. نور اصطدمت وابتلعت ريقها بخوف. مرات مين يا بت انتي؟ اتجننتي في عقلك ولا ايه؟ اطلعي يا زبالة بره، وشوفي انت حامل من مين بدل ما ترمي بلاكي علينا. خافت نورسين منه، لكن طبعا مش هتبين قدامهم. لا يا برنس، انا ما اتجننتش في عقلي، وعارفه انا حامل من مين كويس. وانت طبعا مش مصدقني، فانا بتصل بهشام حبيبي يعرفك بنفسه.
ايوه يا نور يا حبيبتي، وصلت البيت يا قلبي؟ ايوه يا حبيبي وصلت، بس ولادك عاملوني وحش قوي يا هشوم يا حبيبي، وابنك الكبير كان عايز يطردني. ايوه يا بابا يا جامد، بتجدي شبابك يا خلبوس، بس ان جيت للحق هي واتك او تستاهل. ولد احترم نفسك، ما تقولش على نور كده. ايه يا حاج انت بتغير ولا ايه؟ وبعدين ايه جو التملك ده ونوري وهشومي؟ لا انا عايزه اتجوز يا حاج، جوزني بقى، جوزني ماليش دعوه ها. العب؟ لا 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 يا حاج، انا البس صغير لا يتحمل، وبعدين هو القمر ما عندوش اخوات؟ ينوبك ثواب فيا. لا للاسف والله ما عنديش. لا لا انا كده بقى انطفيت. انا ماشي عشان الوضع بقى كده محدش يتحمله. ومشي رايح شركته، ونوح مشي ورايح مدرسته. طب يا قمر بقى انا ماشي، انا بقى سلام، عايزة حاجة؟ عايزة سلامتك يا فارس. وكلهم مشيوا، ونور قعدت بقى عشان تكلم هشام. ودلوقتي بقى نبدأ بتنفيذ الجزء التاني من الخطة. طب عايزة يتنفذ امتى؟ بكرة احسن عشان اكون استعدت لردة فعلهم.